صعد التاكسي بماليزيا وقلت له وديني لأقرب حلاق. What's your name? نازرين. قال لي حلاقي يحكي عربي اوديك عليه. قلت له يلا بينا جو. بس الصدمه دخلت المحل وسمعت اهلا عيوني نورتنا. حاجة انه طلع الحلاق عراقي. من وين من العراق؟ موصل. ما كنت اتوقع اسمع لهجه عراقيه وسط كوالالمبور. اخبار بغداد اشتقنا على الوطن والله. كريم حلاق عراقي عايش بماليزيا وصار 10 سنوات ما شايف العراق، والشوق بعيونه يحكي قصه عظيمه وقلبه الهسه بشوارع الموصل. هذا يريد يسالني اسئله عن بغداد. شنو اسمك؟ هذا مول بغداد. الحمد لله أنا زرت بغداد 8 مرات. أنا زرت بغداد، كربلاء، زرت نجف، كوفة، زرت بصرة، إن شاء الله إلى موصل ثم إربيل وسليمانية إن شاء الله. أنا أحب بغداد لأن الطعام لحم وكله مطعم والله حلو لذيذ جدا. لذيذ جدا. الف عافيه. شكرا. من الموصل، عشت سنتين بالسليمانيه، ما يقارب 10 سنوات وشويه شايف الموصل. وكريم عنده أمنية واحدة هي يحصل على تيشيرت بعلم العراق. بس مع الاسف يعني صديقي وصيته على تيشيرت بعلم عراقي ما حصل. ها والله ما اعرف شنو السبب، والله مشتاق على العراق يعني والله مشتاق للعراق، نخليك على مشتاق راسك. لأهلي. الغربة صعبة بس الصدفة أحيانا تجيب إلك ريحة البلد اللي يمك. اكتبوا بالتعليقات كلمة طيبة لهذا العراقي الصبور بماليزيا. شنو الأسعار عندكم؟ $7 $8 $10 يوصل زيان كامل اللحيه والشعر. كملنا لزيان وشكرا أستاذ كريم، وتابعوني لأن بالفيديو الجاي راح أروح أجرب السكوتر لأول مرة بحياتي.